يا سلام على ده فايش يا ولاد، جميل جدا جدا جدا. هو شبه فايش الافران بالظبط والهشاشه وكل حاجه، بس الطعم يختلف. الطعم حلو جدا. انا اهدى شويه علشان تسمعوا الجرمشه والهشاشه ودايب. هستنى شويه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم كلكم جميعا؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. وحشتني كتير من الفيديو اللي فات. هقول لكم على طريقة حلوة جدا جدا لعمل الفايش، سهلة وموفرة واقتصادية وما فيهاش أي حاجة خالص. يعني هتعمليها بصي من غير ما تغرمي أي حاجة. والناس اللي عايزاه صيامي تستنى معايا برضه عشان تعرف انا هقول لها في المعلومة. يعني هقول لها في طريقة عمل الفايش، يعني بينفع صيامي كمان. بس بصوا، اهم حاجه بقى متنساش ابو محمد بالاعجاب، واللي بيشوف قناتنا لاول مره يشتركنا فيها ويفعل الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان اي جديد احنا ننزل يوصله على طول. طبعا احنا قناتنا قناه ريفيه، محتوانا ريفي. اي حاجه بنقدمها في قناتنا فهي ريفيه، بتتكلم عن حياه اهل الريف والتراث القديم وجداتنا ازاي كانوا عايشين وشغلوا مع الكانون والفرن الطين والحياه البسيطه الطبيعيه، حياه اهل زمان اللي كلها رضا. يلا بينا بقى صلى على النبي علشان نسمع المقادير والحاجات بتاعت الفايش الحلو ده. بصي، هو انا عملت كيلو دقيق واحد بس يا جماعه. انت عايزه تجربي نفسك، جربي نفسك في كيلو، في نص كيلو، ما تعمليش كميه كبيره وبعدين تزعلي عليها. بصي الطريقه دي اعملها ورايا كل الخطوات، مش هتندمي عليها، ناجحه جدا جدا جدا. هو كيلو دقيق واحد بس، معلقه كركم هرميه حسب لون الكركم. يعني الكركم ده لو غامج حطي معلقه، لو تلاقيه فاتح شويه حطي معلقتين. يبقى انا حطيت معلقه عشان الكركم كان غامج يعني وحلو. حطيت معلقه كركم هرميه على الدقيق، وحطيت نص كوبايه سكر، وحطيت حوالي برضو معلقه هرميه خميره فوريه، بس هو كيس يعني باكو، بس هو يعتبر يجي معلقه خميره فوريه، ونص كوبايه سكر، ومعلقه ملح، وزي ما قلت لك الكركم، ومعلقتين سمسم. كل ده انا قلبته في الدقيق. وهنا بقى الزيت، انا ضفت الزيت على الدقيق وعملتها كده كالمبسوس. يعني انت شوفي، انا كنت هضيف اللبن عليهم، بس بعدين رجعت تاني لان ما ينفعش ان انا اضيف اللبن غير لما ابس المبسوس، ابس الفايش بس حلوه. دي بيديك الهشاشه، دي بقى اللي بيديك الهشاشه لما بتيجي بعد ما تحمصيه. شفت كوب اللبن اللي انا حاططه ده، كوبايه اللبن او المج اللبن ده اللي انا حاططه ده، ممكن تستغنى عنه لو انت عايزه تعمليه صيامي. الناس اللي هي بتحب تعمل صيامي فممكن تستغنى عن كوب اللبن ده وتخليه كله ميه صافي. انا حطيت كوب لبن دافي وكنت غليه وسبته باقي دافي كده، وحطيت كوب ميه دافي، وحطيت ربع كوبايه ميه برضو بس، واقل من ربع والله، واقل من ربع. والزيت زي ما انت شفت كده كوبايه ناقصه جرات بصباحك كده. يعني انت تحط المج كده اللي انت عايرت بيه اللبن، عايرت بيه الميه، تحط كده وتحط صباحك من فوق كده، يبقى ناقص جرات من فوق كده. يعني ما تمليش الكوبايه الزيت وتعرميها كده، لا. بس الاول بالزيت، وحطيت بعدين اللبن او الميه، وعملت العجينه بالطريقه دي، وسبتها بقى ترتاح تخمر، قصدي تخمر لحد ما حسيت ان هي شبكت من جوه. انت خمرها مش بيبان قوي لان هي بتبقى يابسه شويه. فبصي، اول ما عرفت ان هي اختمرت لان ده كيلو مش هتلاحظي هو خمر ازاي وراح في وجبناه. انا عرفت ان هي خمرت لان مشبكه كده من جوه. انا كنت سايباها برضه حوالي ساعه ونص. جيت بقى هنا عملتها كور. هما طبعا عشان هو كيلو واحد بس عملت بخمس كور كده زي ما انت شايفه، كور كده زي كور البرتقانه كده، 5 كور. وبعدين انا اصلا ابطيهم على صينيه واحده، بس انا ابطيهم على صينيه واحده لان هما مش كتار. يعني انت عارفه كيلو مفيش غيرها. فبصي عملتهم كده بقى، شايفه شكلها جميل جدا جدا جدا. وعملتهم كور وسبت، بعد ما عملتهم كور كده سبتهم ارتاحوا شويه. بعد ما ارتاحوا وجيت يعني حوالي ربع ساعه كده راحه كده، ماشي. وجيت بقى فردتهم كده. هتشوفوا طريقه الفرد، ما تطلعش من الفيديو لان طريقه الفرد مهمه جدا جدا جدا. طريقه الفرد اللي انت تفردي بيها مهمه عشان ما تعمليش بطريقه مش حلوه. عشان عايزه تعملي الطريقه حلوه اللي هي بتاع الافران والمخابز اللي هي بتعمل الفين والحاجات دي. بصي الطريقه اللي انا هوريها لك في طريقه الفرد بتاعه الفايش، بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. انا بسيبها يرتاح، وبعدين برجع بقى ان انا بعد ما بفردها بدهن الصينيه زيت، واحط على الصينيه اللي انا هدخلها الفرن. بدهنها زيت كده، واجي احط عليه اللي انا فردتها كلها واحطهم في الفرن. عشان بس ما بحطش في الفرن بقى على طول مباشره، لا، ده انا بسيبها ساعتين. الصينيه دي اللي انا بكب عليها زيت دي بدهنها بالزيت،
وبعدين بفرد انا سبت بقى كده دول كانوا يرتاحوا على حوالي ربع ساعه على فكره، يعني الكور دي سبتها ارتاحت حوالي ربع ساعه. كل حاجه تسيبها ترتاح بتدفيها، ما بتسيبهاش كده عريانه، لا بتدفيها، ما بتخليهاش مكشوفه عشان البرد، واحنا رحت جو شتاء وفي نفس الوقت تاني مش حلو الكشف العجين. فاحنا كده كل من الخميره كنا ساعه ما كنا بنخمره كنا مدفيينها، لما كنا مقطعينها كده كنا مغطيين برضو عليه. فبص بقى اهو بفرد بالطريقه دي، بعملها كده مبرومه كده، بجيب الكوره اعملها مبرومه وبعدين افردها زي ما انت شايفه كده، وبعدين اجي احطها على الصينيه وبسيبها بقى على الصينيه لمده ساعتين. علشان ايه؟ علشان تيجي بقى تطيبها تبقى جابه كده وحلوه ومنتفخه، والفيش يبقى مشبك كده ومفتح كده من بعضيه، ما يبقاش كابس على بعضيه وعامل زي العجين. لازم تسيبيه ياخد راحته، لان الفيش بيحب يرتاح سواء في الخمر سواء هو على الصينيه يعني، وفي الفرن بياخد راحته. يعني في الفرن بيقعد اكتر من ربع ساعه في الفرن، بتبقى مهديه الفرن بعد ما بسخن الفرن بتهديه كده وتقعد الفيش اكتر من ربع ساعه، وبعدين ترجع تحمصيه بقى. فانت بس خليكي معايا عشان تفهمي الموضوع. انا طبعا حكيت لكم على كل المواصفات بتاعتها. عايزه تعملي كميه كبيره فانت بتطبقي عايزه تعملي 2 كيلو فتطبقي الحجم مرتين 3 فتطبقي، يعني شوفي زودي حسب انت هتزودي. عايزه تعملي اقل نص كيلو فتعملي نص الكميه اللي انا قلت لك عليها دي. فطبعا سهل جدا جدا وموفر، وطعم ما اقدرش اقول لك على طعم خرافه، يعني الطعم بتاع الفايش والله جميل جدا. ولما تيجي تحطها في كوبايه شاي ولا شويه لبن كده مغليين، والله تحس ان هو بسبوسه مش فايش، بيدوب من كتر ما هو فانش وحلو وطعمه حلو، بيبقى عامل زي البسبوسه. فجميل جدا 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 حلو. شايفين بسم الله ما شاء الله كان ارتفع قعد ساعتين. دخلت الفرن اهو وشايفين الفايش بدا يعمل كيف اهو، ارتفع بارتفاع فظيع. يعني انا كنت رجاها انت اللحظه دي كيلو، انا كنت كل واحده رجاها جدا جدا عاملاها رقيقه. انت عايزاه الارتفاع اعلى ما ترجيهاش زي ما رجيتها. فبص بسم الله ما شاء الله بعد ما طلع من الفرن، طبعا انا مش برضه جور عليه جو، ايوه الجعر طيب وحلو واحمر، انما الوش اصفر مش بخليه غامق. ده بقى لان انا لسه عامله حساب الحمص، لان انا لسه هحمص فاهماني. بس بقى يبرد. يعني انا لما قطعت ما كانش بيرد جو والله للدرجه ان هي كان دافي، لاني انا كنت مستعجله عشان التصوير لان المغرب كان جه. انما لما انت بقى سيبيه تلج كده وبعدين قطعيه زي ما قطعتها كده. بسم الله ما شاء الله مشبك كده من بعضيه كده ومفتح جميل. اديك انت شايفه يعني المنظر بنفسك خالص اهو ما شاء الله. سهل وموفر، لو تحسبيها تلاقيها موفره. وقومي تشتري الكيلو الفايش دي شوفيها عامل قد ايه، واحسب اللي انت حطيتيه عامل قد ايه. يعني اللي انت حطيتيه موفر جدا جدا، يمكن انت حاطه عامله بربع السعر هتشتري بيه من بره. يعني انت تعملي بربع السعر هتشتري بيه من بره. شوفي انت ما شاء الله لما تعملي 2-3 كيلو هتملي كرتونه كبيره كده. ده كيلو اهو. شايفه قد ايه بسم الله ما شاء الله عمل كميه حلوه. بعدين سويتها كده على الصينيه بقى كده ودخلتها بقى الفرن حمصتها ما شاء الله كان روعه. بالله عليكم لو عجبكم الفايش وعجبتكم الطريقه وجربتوها عجبتكم ادعوا لي. وفي نفس الوقت تاني اللي عجبته الطريقه يعمل لي اللي بيشوفني لاول مره يشترك عندي. وفي نفس الوقت تاني الناس اللي هي معايا من زمان بالله عليكم ما تنسوا الاعجاب، تعملنا الاعجاب عشان قناتنا كده تكبر وتتشاف. شايفين انا هنا كنت بحمص الفايش يا جماعه اهو، بعد ما سويتها كده على الصينيه دخلت حمصتها كان هاشش جدا 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 اهو بسم الله ما شاء الله. يمكن انت سامعه الصوت وسمحتك الصوت في الاول، طريقه الجرمشه والهشاشان وشوفي شايفه التشبكه اللي فيه، شايفاه مشبك كيف ما شاء الله ما شاء الله حلو جدا. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون امتعناكم، يا رب يكون قدمنا لكم معلومه حلوه ونكون ضيوف خفيفه عليكم. ما تنسوناش بس بالاعجاب، واللي عنده تجربه بقى اصحابي شيرنا القناه شيرنا الفيديوهات عشان نتشاف ونستمر كده ونفضل موجودين معاكم. زي ما انتم عارفين احنا قناتنا كده ومحتوانا متواضع وبسيط، وكمان بيتكلم عن تراثنا القديم، واحنا دايما ماشيين على العادات والتقاليد القديمه يا جماعه. فيا رب يكون عجبكم محتوانا عجبكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم. بالله عليكم بقى ان انتوا تعملوا لنا اعجاب. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.